إسعاد يونس متهمة هي وجوزها في سرقة التراث المصري. من سرقة التراث المصري لصاحبة السعادة، الفنانة إسعاد يونس وجوزها وأسرار حكايتهم مع حسن رمزي. ظهرت الفنانة إسعاد يونس وفتحت من تاني باب قضيتها الشهيرة هي وجوزها علاء الخواجة، واللي كانت عاملة إثارة جدل كبيرة قوي على السوشيال ميديا، وهي اتهامهم في بيع تراث مصر الفني والسينمائي بعد ما استولوا عليه من المنتجين الصغيرين والورثة. ونفت إسعاد يونس في لقائها مع عمرو أديب وأصالة في برنامج بودكاست بيج تايم كل التهم اللي توجهت لها عن الموضوع ده، وقالت إن ملكية الأفلام اللي بيتكلموا عنها دي كانت متفرقة ما بين ورثة المنتجين، وإن الأفلام دي دلوقتي ملك لشركة أجنبية، وقالت إنها بتضحك على التهم اللي بتتوجه لها لأن الناس دي مش فاهمة يعني إيه توزيع أفلام. أمال إيه قصة إسعاد يونس وعلاء الخواجة مع حسن رمزي؟ ومين أصلاً حسن رمزي؟ حسن رمزي واحد من أهم صناع السينما والدراما في تاريخ مصر، منتج وموزع سينمائي والرئيس السابق لغرفة صناعة السينما. اتولد سنة 1954 واتخرج من كلية التجارة، ويبقى أخو الفنانة المعتزلة هدى رمزي ووالد الفنان شريف رمزي، وكان من عائلة بشوية. جده يبقى إسماعيل باشا رمزي وزير الأوقاف في العهد الملكي، ووالده كان عنده شركة للإنتاج السينمائي. محمد حسن رمزي وهو عنده 6 سنين شارك في فيلم المرأة المجهولة، لكن التمثيل ما جاش على هواه، وعشان كده قال إنه مش هيجرب تاني وإنه هيدخل الإنتاج الفني زي والده، وبدأ مشواره في سنة 1970، وكان لسه ما يعديش 16 سنة لما عمل فيلم العاطفة والجسد اللي فضل في دور العرض 16 أسبوع. واتخرج من الكلية سنة 1977 في نفس وقت وفاة والده، واشتغل بعدها موزع للأفلام، وفضل خايف يخوض تجربة الإنتاج الكاملة لحد ما دخل بقلب جامد سنة 1996 ورجع لشركة والده النصر للإنتاج والتوزيع رونقها ومكانتها من تاني، وأنتج أفلام كتير سواء بشكل منفرد أو بأنه يشترك مع شركات زي أوسكار أو الماسا، واتقال عنه المعلم الجديد في سوق السينما المصرية. وبقوا صناع السينما عارفين قوته، واتقال عنه إنه المتحكم في صعود الشباب الجديدة واختفائهم، وقال إن هو اللي بيختار السيناريوهات وإيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش، ويحذف مشاهد ويضيف مشاهد، وقال إنه مخلص للسينما من سيطرة الموزع الأجنبي وشروطه. خرج محمد حسن رمزي وقال في تصريحات إعلامية قبل كده إنه خدام السينما وبيحب مصر ورابط حبه لمصر بحبه للسينما، وإن فشله في التمثيل هو اللي خلى عنده إصرار على استمرار اسم والده في الوسط الفني. ووقت عرض فيلم الناظر لعلاء ولي الدين سنة 2000 قابل محمد حسن رمزي الكاتبة بدوية شاهين، وكتبت مقال في مجلة القاهرة وقالت فيه إنه كان مهموم على غير العادة. ولما سألته مالك، قال لها شركة إسعاد يونس، يقصد إسعاد يونس وجوزها علاء الخواجة، هيخلصوا علينا ومش هنقدر نستمر في شركة كبيرة دخلت بفلوس كتير وإحنا مش قدها. أنا مجرد راجل بيحب شغله، إزاي هواجه رأس المال ده؟ ووصف اللي كان بيحصل من إسعاد وجوزها بالعاصفة، وإنه مش هيعرف يعمل حاجة إلا إنه يستنى، ووصف حاله إنه بقى شبه محل البقالة اللي فتح قدامه سوبر ماركت فخلاه يفكر يخرج بره الوسط نهائيا. وقال إن إمكانياته هتبقى ضعيفة جدا، وبعد ما كان بيوزع أكتر من 10 ولا 12 فيلم مش هيقدر يوزع غير فيلمين بالكتير. وفعلا ما قدمش بعدها غير 6 أعمال بس، وبعد ما كان صاحب السوق في السينما بقى ماشي جنب الحيط، وقعد 5 سنين بعيد عن حبيبته الوحيدة السينما لحد ما مات في 2015. والموضوع ده كان عامل وقتها ضجة كبيرة في السينما على إسعاد يونس وجوزها علاء الخواجة، لكن ردها إن اللي باعولها الأفلام منتجين عمرهم يعدي 50 سنة، يعني عاقلين وعارفين هم بيعملوا إيه، والبيع تم بالرضا والاتفاق ما بينهم. أسرار كل يوم، لكل يوم لون، ولكل لون حكاية.